الصورة النمطية اللي حاول يصدرها الإعلام الغربي واللوبي الصهيوني في بلاد الغرب عن العرب والمسلمين وقد إيه هم ناس متوحشين، وفي المقابل نشر الروايات الصهيونية المغلوطة وبرمجة الجمهور على الاعتراف بالكيان واعتباره إن هو صاحب الحق وإن الدولة الأكثر أخلاقية في العالم. الكلام ده انتهى خلاص، وكل حد من الناس اللي كانوا ساكنين في البلاد اللي كانت بتدعم الكيان ده بقى عارف دلوقتي كويس قوي إن في إبادة جماعية بتحصل للناس في غزة، وإن أفراد جيش الكيان متهمين إنهم مجرمين حرب والعدالة بتطاردهم في كل مكان. والمفارقة الغريبة في الموضوع هنا إن السلاح اللي كانوا بيستخدموه عشان يبرمجوا بيه عقول الناس ويوجهوهم لدعم الكيان اتحول لسلاح مضاد كان من خلاله اتعرف الناس على الحقيقة والجرائم اللي بتحصل. مواقع التواصل الاجتماعي اللي اتعملت أصلا عشان تدي حرية أكبر لنشر الأفكار الصهيونية وتحاول تغير من ثقافة الناس وتوجهاتهم في العالم، هي نفس المواقع اللي اتاحت للناس بنشر الأحداث المرعبة والجرائم والإبادة اللي بتحصل بعيدا بقى عن الإعلام الرسمي المضل. وبالرغم بقى من محاولاتهم البائسة، بس الهدف المرة دي كان في مرمى.